السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم غادي نبدلوا بها ديك الطارت ديال اللوز الكبيره اللي كنديروا دائما. غادي نوجدوها بورقه الفيلو بطبيعه الحال اللي بقات لينا من رمضان، وكتجي بهذا الشكل هذا. رائعه جدا هذه الوصفه ولذيذه بزاف. اول حاجه غادي ناخذ القوالب اولا المول ديال لي كاب كيك، وكندهنوه بالزيت بهذا الشكل هذا. غادي نجيب الورقه ديال الفيلو ديالي، غادي ناخذ كل ورقه كنتنيها على 3، ومن بعد كنعاود نقسمها على 3. الغرض من هادشي انني نحصل على مربعات، يعني نتوما كديروا التقطيع اللي بغيتو وعلى حسب الكبر اللي بغيتو ديال هذوك القوالب. هنايا كنقطعوهم حتى من الجناب كيف قلت لكم. الغرض اننا نحصلوا على مربعات اللي كتكون نوعا ما او لا شيئا ما متساويه. صافي من بعد غادي ندهنهم هكايا بشويه ديال الزيت، كل ورقه كندهنها بوحدها بهذا الشكل هذا. كديروا العدد ديال الوراق اللي بغيتو، قد ما كثرتوا الوراق راه قد ما غادي تجيكم ديك الطبقه شويه غليظه ومقرمشه اكثر. صافي هنايا كناخذ داك المول ديال لي كاب كيك وكندير فيه هاد الورقه هذه بهذا الشكل هذا. صافي كنوجدوا الورقه دائما هي الاولى، لان الا دهنات بالزيت ما كتخسر ما والو. بالنسبه للحشوه فغادي ناخذ 125 غرام ديال الزبده، كاس ديال السكر، وغادي ندير الزه ديال الزهر كتعطي واحد المذاق لذيذ لهاد الوصفه هذه. يمكن لكم تعوضوها بالروح ديال اللوز. وكنخلط كلشي مزيان مزيان حتى كيندمج وكيولي عندي واحد الخليط اللي رطب على شكل كريمه. من بعد غادي نزيد 3 الحبات ديال البيض، هنا زدت 2 ومن بعد غادي نزيد الاخرى. كنطربهم مزيان. يمكن لكم تطحنوا هادشي في الماكينه الا بغيتو. وهنا غادي نزيد البيضه الثالثه. صافي وكنطرب كلشي مزيان مزيان. من بعد ما كيندمج هادشي كامل مع بعضياتو ديك الزبده حتى هي، فغادي نزيد 2 كيسان لاروب ديال اللوز اللي طحنته خضر وبالقشره ديالو، يعني كاس عامر والكاس الثاني ما تيكونش عامر بزاف. وكنبقى كنطرب بحال هذا الشكل هذا غير بشويه حتى كندخل داك اللوز في كل شيء. وهنايا عندي معلقه ديال النشا، يمكن لكم تعوضوها بالطحين ولكن النشا كيجي صراحه احسن. وهنايا صافي كنخلط كلشي مزيان مزيان حتى كيذوب داك النشا وكيتخلط مع داك الخليط ديال اللوز مع الزبده. وباش كنحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون بهذا الشكل هذا، يعني يعني ليس ما تيكونش فيها الكويرات وداكشي. باش نسهل عليا الخدمه غادي نجمع هذا الخليط في هذا البوش، غادي نقطع عليه الفم ديالو وكنعمر دوك القوالب بهذا الشكل هذا. كنحاول نعمروهم بشكل متساوي باش من بعد في الطياب كيطيبوا في دقه واحده وما تنعمروهمش بزاف. صافي هنايا من بعد ما فرغتهم، بالنسبه للفران ما تيكونش سخون من قبل، حتى كنديروا هاد اللاطا عاد كنشعلوه باش كيبقى محدو كيسخن وديك الورقه كتحمر ما كتحرقش لينا وكتجي متساويه في التحمار ديالها. درجه الحراره 160. بالنسبه للفرن ديال الغاز فراه تتكون النار اللي متوسطه. زينت لهم الوجه ديالهم باللوز ايفيلي اختياري، هذا كيجيو بهذا الشكل هكا. صافي وكندخلوها كطيب. من بعد ما كيوجدوا كيجيو بهذا الشكل هذا. بالنسبه للوجه ديالهم انا زينته غير بالسكر كلاصي وما درت لا عسل لا والو لديك الورقه، لان صافي ديك الحشوه صراحه راه حلوه وكافيه. الا بغيتو دهنوا الوريقات بالعسل او لا بالقطر فلكم الاختيار. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش لايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم.